يا صباح الفل او يا مساء الفل على حسب التوقيت اللي بتشوفي فيه الفيديو بتاعي. يوم جديد وروتين جديد من روتيناتنا الحلوه. ان شاء الله الروتين بتاعي النهارده يعجبكم. قبل ما تبداوا الفيديو معايا صلوا على الحبيب، قلبكم يطيب كله ينزل يصلي على النبي عليه الصلاه والسلام في الكومنتات. وكمان لو انت اول مره بتشرفي قناتي اتمنى ان قناتي وفيديوهاتي تعجبك وتشتركي معايا وما تنسيش تحطي لي اللايك الجميل بتاعك. اهم حاجه اللايك علشان خاطر الفيديو بتاعنا يترفع ويوصل لناس كتير وقناتنا تكبر بفضل الله، ثم بدعمكم يا اجمل اخوات في الدنيا. يلا بينا كده نسمي الله وندخل على الروتين بتاعنا النهارده روتيننا قوي جدا جدا. عامله احلى عزومه لاهم واغلى ناس في حياتي. انا سميتها عزومه لان انا فعلا كان بقالي فتره كبيره جدا مقصره في حقهم، فكان لازم اعمل لهم حاجه حلوه كده، غدوه محترمه كده. ترم عظمهم زي ما بنقول. اول حاجه بدات بيها الملوخيه، كنت جايبه حزمه ملوخيه صغيره كده، قطفتها وبدات اخرط فيها حتى قبل ما افتح الكاميرا. فقلت ابدا بيها الاول علشان خاطر بقى تبقى راحت كده عن دماغي وخلاص بقى، نسيت بقى حوار الملوخيه ده وركنتها كده على جنب. طبعا ما شاء الله الملوخيه بقى خضره كده وجميله واتخرطت بسرعه، يعني ما خدتش معايا اي وقت خالص. حبيت انجز فيها الاول كده، خلصتها وركنتها بقى على جنب. وتعالوا بقى نشوف في الطبق الرئيسي بتاعنا النهارده، وهي عباره عن وراك الفراخ. هتبلها تتبيله حلوه كده وهنشويها مع بعض بطريقه بسيطه وحلوه جدا. إيه، مفيش فيها اي افتكاسه. بس عايزه اقول لكم والله الغدا كان روعه ما شاء الله. وراك الفراخ كده كانت كبيره. طبعا دي الوراك اللي كنت جايباها معاكم في فيديو المشتريات، وكنت نقعاها ومنضفاها وزي الفل. وكنت اسمها كمان كنت شايله الدبابيس لوحدها، والجزء اللي هو بيبقى مع الدبوس ده لوحده، فما شاء الله كان كبير وحلو. احتاج للتتبيله بتاعتي بصل وفلفل اخضر وتوم وطماطم، وكمان بقى هضيف ليمون برضو للتتبيله. تتبيله بسيطه وعملتها معاكم كتير برضو قبل كده. من ابسط واسهل التتبيلات واسرعها كمان اللي تعمليها في الفراخ، حلوه جدا سواء بقى فرخه كامله، اجنحه، وراك، دبابيس، ايا كان هتطلع معاكي حلوه جدا. طبعا جبت الكبه بتاعتي وقطعت كام بصله كده في الاول علشان هاخد كده حوالي معلقتين بصل على جنب قبل ما احط بقى بقيه الخضار اللي معايا علشان نجهز التتبيله بتاعتنا. هفرم كل الخضار بتاعي في الكبه وخلاص. التوم بقى مع البصل مع الفلفل الاخضر مع الطماطم، كل ده افرمه كده وانعمه كويس في الكبه. لو ما عندكيش كبه برضو بمبشره كده تبشريها هتكون حلوه جدا جدا. انا عايزه اقول لكم عملت الغدا ده إيه يعني على ما جهزته وخلصت، يعني اقل من ساعتين وكنت مجهزه الغدا وعامله كل حاجه. حتى الفراخ ما سبتهاش اتبلت فتره طويله ولا حاجه، لان الكهرباء كانت مقطوعه وكده، فكنت محتاجه طبعا الكبه. وعلى حظي الكهرباء فضلت مقطوعه ساعتين، فلما جت وكده وبتاع فالفراخ على طول عملت لها التتبيله دي ورحت متبلاها من غير ما اقعدها كتير، يعني تقريبا قعدت في التتبيله حوالي نص ساعه. بعد كده سويتها، بس كانت تحفه والله، كانت جميله جدا. هنا كل حاجه كامله معايا. اللي كانت متلجه دي كان مكعب ليمون، علشان لسه والله لحد دلوقتي ما اشتريت ليمون، شغاله من الليمون اللي هو في الفريزر ده وخلاص. ضفت التوابل بتاعتي فلفل اسمر، وحطيت كمان شويه كركم وشويه كاري وشويه من بهارات الفراخ المشكله وشويه من الكزبره الناشفه. ولو عندك بابريكا برضو حطي، بس أنا البابريكا عندي كانت خلصانه. حطيت كمان معلقه خل، ويعتبر حطينا عصير ليمونه كبيره. والملح بتاعي برضو ظبطته وحطيت شويه كده من الزيت. تتبيله ولا اسهل ولا ابسط من كده. لو عندك زعتر برضو حطي فيها رشه زعتر كده، هيودي الطعم في حته تانية حلوه جدا. جبت بقى الفراخ معايا وعملتها فتحات كده بالسكينه فيها، علشان طبعا لما احط التتبيله فيها تبقى واصله للحم كده، ما تبقاش التتبيله من بره وخلاص، يبقى لحم الفراخ من جوه نفسه كله متشبع من التتبيله. بايدي كده بقى وبدات ان انا ادعك الفراخ بتاعتي من بره ومن جوه من تحت الجلد، وفي الفتحات اللي انا عاملاها شربتها من التتبيله كويس جدا جدا زي ما انتم شايفين قدامي كده، يعني زي ما انتم شايفين معايا قصدي. ظبطت التتبيله بتاعت الفراخ. انا عايزه اقول لكم برضو لو انتوا وصلتوا معايا للجزء ده في الفيديو او للمقطع ده، انزلوا حطوا لي لايكات كتير على الفيديو. وشكرا جدا جدا على كل الناس اللي اشتركت معايا الايام اللي فاتت في القناه. حاسه كده اني بدات اتشجع واتنشط، والقناه بدا يبقى فيها روح كده، واتفتحت نفسي على الشغل اكتر واكتر. كمان حابه اقول لكم ان انا سايبه لكم لينك الانستجرام بتاعي ولينك الفيسبوك برضو في القناه.
في الصفحه الرئيسيه بتاعه القناه تحت الصوره واسم القناه هتلاقوا اللينكات دي لاي حد من اخواتي وحبايبي حابب ان هو يتواصل معايا على الخاص، سواء على الانستجرام او على الفيسبوك. هتلاقوا اللينكات. اي حد حابب يتواصل معايا ادخلوا على اللينكات دي، وانا طبعا يسعدني ويشرفني وعلى راسي من فوق ان انا اتواصل معاكم. طبعا هنا بعد ما تبلت الفراخ وكنت سبتها زي ما قلت لكم حوالي نص ساعه، الافضل تسيبيها على الاقل من ساعتين ل4 ساعات. كل ما قعدت في التتبيله واتشربت منها كويس كل ما هتكون حلوه جدا. تقدري تغلفيها بقى الصينيه بتاعتك دي بالورق الفويل كده، وتشغلي الفرن عليها وتسويها في الفرن. بس انا بصراحه دايما بعمل الفراخ بتاعتي في الفرن، فانا كنت عايزه انجز زي ما قلت لكم، كنت متاخره، فقلت احطها على عيون البوتاجاز من فوق ويبقى تغيير. انا ما حطيتلهاش اي ميه نهائي، رفعتها على النار كده. كل الميه اللي انتوا شفتوها نزلت منها دي الميه بتاعت الخضار اللي احنا ضايفينه في التتبيله. وفي نفس الوقت قلت بقى اعمل شويه رز بسمتي كده، حله على النار فيها شويه زيت ومعلقتين البصل المفروم اللي انا كنت شايلاهم في البدايه خالص. هشوحهم كده لحد ما ياخدوا لون ذهبي خفيف جدا. التوابل بتاعه الرز بتاعتي عباره عن اول حاجه كده ورق لورا وقرفه خشب قرنفل حب وحبهان. لو عندي كباب صيني برضه هحط، وفلفل اسمر وشويه كاري، شويه كركم، وشويه من بهارات الكبسه او بهارات الرز المبهر. بتبقى جاهزه كده عند العطار، بتدي ريحه حلوه جدا. وكمان لو عندك لومي ضيفي، بس وكان خلصان عندي. معايا بقى الرز البسمتي، واللي بعمله بطريقه حلوه جدا بيخليه يستوي معاكي في 10 دقايق بالظبط، هيطلع معاكي بيستوي ومفلفل وكل حاجه. اهم حاجه خطوه اساسيه جدا في الرز البسمتي، تغسليه كويس جدا وبعد كده تنقعيه في شويه ميه من الحنفيه، مش ميه سخنه ولا اي حاجه، ميه من الحنفيه عادي. بس تحطي فيها معلقه خل وتركنيه ربع ساعه. عايزه اقول لكم الخطوه دي بتفرق جدا في الرزايه، تخلي الرزايه طويله كده ومفلفله، وبيستوي حرفيا في 10 دقايق. بس كده حطيت له الميه بتاعته وسبته يتشرب، ورحت هديت عليه وزي ما قلت لكم بالظبط 10 دقايق وكان مستوي معايا ومفلفل. وشايفين ما شاء الله لونه عامل ازاي، مش قادره اقول لكم بقى ريحته وطعمه. بجد كنت اتمنى تكونوا معايا وتاكلوا منه، بجد كان حلو جدا. احنا طبعا بنحبه ساده كده، لا بنحب فيه بقى مكسرات ولا زبيب ولا الكلام ده كله. عايزه تحطي له اي اضافات حطي طبعا براحتك، كل واحد يعمل الحاجه اللي هو بيحبه، وانا بديك الفكره وخلاص. اهم حاجه زي ما قلت لكم ايا كان نوع الرز البسمتي، انقعيه بس ربع ساعه في ميه عاديه من الحنفيه، وحط لها بس اللي هي معلقه الخل دي، هتفرق معاكي جدا جدا جدا. لو ما عندكش رز بسمتي نفس الطريقه اللي انا عملتها بالظبط كده مع الرز المصري، بس طبعا مش هننقعه ولا حاجه، يطلع معاكي برضو جميل جدا. وفي نفس الوقت بقى كده ولعت على شويه شوربه لسان عصفور تبقى جنب الاكل. انا كنت حابه الغدا بتاعي النهارده يبقى كامل متكامل مش ناقصه اي حاجه، عشان خاطر زي ما قلت لكم انا كنت مقصره الفتره اللي فاتت دي جدا في حق البيت وفي حق الولاد وفي حق نفسي وفي كل حاجه. بس كان طبعا كان غصب عني زي ما قلت لكم وشرحت لكم في الفيديو اللي كان قبل ده. وهنا الفراخ كانت خلاص دخلت في سوا زي ما شفتوا، بغرس فيها المعلقه كده، بتنزل معايا بمنتهى السهوله، ما خدتش اي وقت خالص. وقلت بقى اعمل شويه ملوخيه. الملوخيه بقى عملتها كتير كتير معاكم، بس برضو نعيدها لو في حد مثلا جديد معانا في القناه، بنوته جديده ولسه بتتعلم كده في المطبخ فتشوف الطريقه. انا كان عندي شويه شوربه كده، شوربه فراخ في الفريزر، رحت مطلعاها وضفت لها كمان مكعب مرق الدجاج. حطيت معلقه توم مفروم ومعلقه هريسه فلفل احمر، وحطيت رشه فلفل اسمر ورشه بسيطه جدا كمون. ما تكتريش كمون في الملوخيه، هي رشه بس بسيطه كده، وشويه من الكزبره الناشفه. وهي كل دي التوابل اللي بحطها للملوخيه. حطيت كمان شطه عشان بحبها تكون مشطشطه. ولما الشوربه غليت كويس جدا مع التوابل اللي حطيتها دي كلها، رحت نازله بالملوخيه بتاعتي. شايفين بقى اللون الاخضر بتاع الملوخيه؟ انا عايزه اقول لكم لون الملوخيه الخضره دي ده في قلبي، والله والله اللون ده بتاع الملوخيه لما بلاقيه اخضر كده وحلو بتكون في قلبي بجد حلوه جدا جدا. وهنا برضو قلت اعمل التقليه على السريع، توم مفروم على معلقه كزبره ناشفه، واول ما تتحمص كده وتاخد اللون الجميل ده هنروح نازلين على الملوخيه بتاعتنا. طبعا الملوخيه بقى ما بتتغطاش ولا علشان خاطر ما تسقطش ولا يسود لونها ولا اي حاجه. بعد ما بعمل لها التقليه بسيبها تاخد غلوه واحده بس كده علشان يبقى طعم الملوخيه متشبع بقى بطعم الثوم والكزبره والكلام ده كله. هنا الفراخ بتاعتي بقى كانت استوت، وفتحت عليها الشوايه خدت لون حلو كده، وقلت بقى احط لها حته فحميه تحسسنا بقى ان احنا عاملينها مشويه على الفحم. نسيت اقول لكم كمان ان انا بعد ما عملت معاكم التتبيله لقيت عندي كده حبايه بطاطسايه واحده، رحت مقطعاها مكعبات وقلت احطها برده مع الفراخ كده تستوي، الولاد يغمسوا منها، وفعلا كانت جميله جدا. كان طعمها حلو وكانت شاربه من التتبيله ومن البصل وكل حاجه كنا ضايفينها، فكانت جميله. شايفين بقى الفراخ بتاعتي قدمتها شكلها عامل ازاي؟ قلت اعمل تركه حلوه كده بالفرشه، ورحت واخده بقى من الزيت والدهون كلها اللي نازله من الفراخ،
ورحت مديه لها تلميعه كده علشان يبقى شكلها حلو. عايزه اقول لكم بقى كل المطاعم وكل القنوات بتعمل التركه دي عشان تبقى شكل الفراخ كده في التقديم ما تبقاش بهتانه كده، وتبقى ليها لمعه وحلوه جدا. صفر على قد ما هي بسيطه، على قد ما كانت جميله، وحقيقي ما شاء الله اكلنا وشبعنا والحمد لله اتبسطنا كلنا. يعني عملت عزومه او عملت غدا ما يعتبرش مكلف للدرجة، بس حاجة كده حلوة زي ما قلت لكم في الفيديو ان انا كنت جايبة الوراك ب90 جنيه، على كام بصلاية على كام طماطمية، حاجات كلها من البيت. وعايزة اقول لكم والله الرز البسمتي كمان انا ما اشتريتوش، كان عندي في التلاجة بقاله فترة يمكن من الشتاء او من رمضان تقريبا. ولمت الدنيا كده على حزمة ملوخية ب5 جنيه، حاجة بسيطة، ولسان العصفور موجود في البيت وكله تمام. يعني ما كلفناش نفسنا كتير، بس عملنا سفرة حلوة. شايفين بقى الفراخ دايبة ازاي، عامله ازاي، دايبه دوب كده، والتتبيله واصله لحد العظم من جوه، حلوه جدا. بتمنى الفيديو بتاعي النهارده يعجبكم، ويا رب تشجعوني دايما باللايكات وبالكومنتات الجميله والاشتراكات بتاعتكم. ومع السلامه.